تحت ومبوظ الدنيا، وممكن تكون الحيطان دي مبنيه على ارض، وممكن الحيطان دي مبنيه على سملات حديدها التاكل. كل دي حاجات لازم يتكشف عليها عشان يتعرف الضرر ايه. انا ماليش دعوه بكده كده، ده لو نزلت مليون متر تحت ده ملوش دعوه بالبيت. ليه؟ الاساسات عند العمدان، يبقى ده ردم. يبقى انا لما اجي اشتغل تحت الحيطه، تحت العمود، عشان اقدر اعرف نوع الاساسات ايه، وهل الاساس فيه مشكله ولا لا. ده برضو هنعمله من ضمن عينه لعمود واحد او لمكان واحد عندكم، من ضمن العينات زيها زي اللي هيتعمل في الشارع بره. يصلدوا مكانه ويركب شبكه جديده وترش بقى بالمدفع. ده عمل كده، ده كان مهندس اللي ماسكها. كان انا مش دعوه بالمهندسين، حاجه مالناش دعوه بالشغل. لا انا بقول لك ركب شبكه حديد جديده. لا ما ركبتش. جاب عزل وعمل عزل. ركب شبكه حديد جديده. عشان ما ركبتش شبكه. ده العمود اللي ده في ظهر المحل عندنا. ما هي العمدان، بص العمدان هنا كلها بالكامل بتاع، بص هو الاسقف انا مش عايز اقول كده، الاسقف والعمدان بالكامل بتاع العماره عايزه تتروق.